السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشيد أبو زيد. وكيف تنطق رموز الخط المصري القديم؟ عايزين نعرف أو عايزين نعرف إيه الرموز اللي تركها المصري القديم دي؟ هل هي خط زي اللي بنكتبه ولا هو مختلف؟ هل سجل كلمات زي الكلمات اللي احنا بننطقها ولا كلمات مختلفة؟ الدرس الأول جبت لك الرموز أحادية الصوت والرموز ثنائية الصوت، وخدت باستفاضة الرموز أحادية الصوت اللي هي ذات المخرج الصوتي الواحد زي ألف آ باء تاء ثاء ألف ب ت ث ج ح خ إلى آخره. طبعا لازم أجيب لك كلمات على كل مخرج صوتي أحادي الصوت المفروض عشان أأكد لك المعلومة. هأكد لك أنا في الفيديو ده إن شاء الله اسمه الدرس الثاني، ده الدرس الثاني، ده الدرس الثاني. هناخد كلمات على كل مخرج صوتي أحادي موجود عندنا. يعني الألف، أنا هاجي هنا في الألف عايز آخد كلمات على الألف. هل في موجود في الأشكال اللي تركها الخط المصري القديم كلمات إحنا عارفينها؟ أيوه، تعالى معايا ركز معايا. أدي كلمة معايا أهي. إيه الكلمة دي؟ أنا هكتب الأول وبعدين هنطق لك وهنحلل مع بعض. ايه اسم الكلمة دي؟ دي اسمها ايه؟ أمم. ممكن اكتبها كده أمم. الأمم ما معنى أمم؟ عندنا في الكلام اللي احنا بنتعامل به حتى الآن زي أمم قناة السويس. يعني أمم أي جعلها في الحوزة، ضمها لحوزته، جعلها في امتلاكه، ده أمم. الكلمة هي ده ألف وده ميم وده ميم. رمز طائر العقاب اللي خدناه ألف أهو، ورمز البومة ميم، ودي بومة تاني ميم. ده اسمه مخصص. ده بيعبر عن معنى الكلمة. ايد مضمومة كده معناها أنا قابض على شيء، أنا ماسك حاجة في حوزتي اسمها أمم. ما تلقاش الشكل ده أو النظام ده لو يديك مخصص يعبر عن معنى الكلمة إلا في الخط المصري القديم بفضل من الله. كانوا عباقرة. فده إيد مضمومة اسمها أمم، ودي التأمين. الكلمة دي احنا بنطقها حتى الآن بنستخدمها. يبقى المصري القديم ترك كلمات كان بيتكلم زينا بالظبط. تعال اديك كلمة تاني. أنا همسحها بعد ما أخلص حرف الألف على حرف الألف. الكلمة الثانية بتتكتب كده، تبدأ طبعا من طائر العقاب. هجيب لك الكلمات اللي فيها طائر العقاب في الأول. ادي طائر العقاب ألف، وهنا معايا حاجة تانية أنا هذكر لك دلوقتي واحدة. ده فرخ السمان، وده الشرطين المايلين، وهنا المخصص كده. اسمها ايه دياتي؟ أوي، أو لو أنا هنطق بلهجة تانية هقول لك. طيب ايه الأوي دي؟ بيترجمها لك في القاموس تو ستريبس، يعني ربطتين على بعض، او بنداج، ربطه زي الربطه كده اللي في دي بنداج ربطه. هو انت لو ركزت هنا عندي مش ربطه واحده، ده اتنين. ده قوي يعني ربطه بزياده شويه. قوي مش يقول لك ايه حلوه كده قوي، يقول له قوي يعني بزياده. فبدي قوي او انطقها بلهجه اخرى قوي، او بلهجه صعيدي قوي. حلوه قوي يعني بزياده، او قوي يعني بزياده. وممكن انطقها بلهجه ثانيه اللي هي ايه؟ قوي يعني قويها او قويها او قويها. 3 لهجات. الآ اللي هو رمز الشمال، لهجه الشمال في مصرنا الحبيبه. وعندنا الجا الصعيدي زي القوي، ده رمز لهجه الجنوب. وعندنا القاف اللي هي القلقله، قاف القلقله موجوده في لهجات متعدده اللي هي قوي. فدي قوي او قوي او قوي. تمام. ادي كلمات على المخرج الصوتي ألف. في عندي كلمة تاني لو اجيبها لك على حرف الألف عشان اخلصه لك الألف كله. في عندي كلمة تانية
اسمها ايه؟ كده ايه؟ دي اسمها أبت. أقول لك هنا في المخصص بتاعها عبارة عن رمز المنجل. المحش عندنا في الصعيد اسمه المنجل، اللي هو المنجل. فدي أبت أو قبت. يعني ايه أبت أو قبت؟ دي قط، القطع، قطع. فاحنا عندنا بنقول ايه؟ أبها، ده في الشمال. والأب الأب، أب مش أب يعني أعلى باللغة الإنجليزية، لا، أبها، الأب يعني القطع. وإحنا عندنا في الصعيد نقول لك قب، القب. حتى عندنا القطع في الجلابية من الأمام كده، في الجلابية شيء جزء مفتوح نقول لها قب الجلابية، أو في الشمال يقول أب الجلابية. فالأب أو القب، القب هو القطع، قب هو القطع. فقبت أو أبت. كده خدنا رموز، خدنا كلمات على المخرج الصوتي بس فتحة. لسه في اي ولسه في او، بس خليني مع دلوقتي. خلصت على كده، اخد لك هناخد دي تاني. هناخد حرف الب. عايزين كلمات على حرف الب. حرف الب المخرج الصوتي باء. ما هي الكلمات؟ اجيب بس التسجيل اللي عندي هنا. ايه الكلمات اللي عندي على المخرج الصوتي باء؟ في عندي كلمه هبدا لك بيها ايه؟ ادي الباء. قلنا الباء الساق بتاعت الانسان تعبر عن الباء. باء. هنا في رمز اخر اللي هو الفم، وقلنا الفم هو الراء. هنا المخصص هجيب لك حاجتين مخصص. ده بيعبر عن البعد البعيد او الخارج. وهنا رجلين ماشيين، رجلين ماشيين. هنا رجلين ماشيين، اسمها ايه دي؟ بره. ده خارج بره، بس ده مش بره المنزل. لو قال لك بره وحط لك خلفها رمز المنزل اللي هو كده، ده هو طالع بره البيت بس، اللي هو الاوتسايد، الخارج. لكن حاطط لك العلامه دي. ايه العلامه دي في المصريه القديمه؟ العلامه دي تعبر عن البعد البعيد، يعني انت خيال طالع لمسافه ابعد شويه، ابعد بزياده، فتترجم في القاموس على انها الاقطار الاجنبيه. واحنا بنقول كده عندنا لما نكون مسافرين خارج البلد يقول انا مسافر بره، او مسافر بلاد بره. بلاد بره يعني بلاد اجنبيه بعيده عن بلدي، فدي بره، وهو السفر خارج البلاد يسمى بره. لكن في بره اللي هو بره المنزل، بره بس احطه مخصص المنزل، لا كده انا طالع بره المنزل. فالبره هو الخروج، ان انا بطلع بره. في كلمه ثانيه على حرف الباء اهو، بنجيب كلمات وبنأكد للناس اللي بتشكك ان الرموز دي نطقها غلط او احنا بنتعامل معاها غلط. لا، بنتعامل معاها صح. والدليل الكلمات اللي احنا بننطقها حتى الان بننطقها. طيب عندي كلمه بدا، ادي الباء، وادي الدال. الدال اللي هو ايه؟ احنا قلنا ايه؟ الكف في حد الصوابع من دول الامام. وهنا المخصص، شوف جمال المخصص هنا، اعطيك شمس كده نزل منها اشعه، بدا نزل منها اشعه. ايه اسمها دي؟ بدا. ودي ترجع على انها تشاين، يعني السطوع، للظهور، اي ظهر. بدا بدا من بعيد، اي ظهر من بعيد، فبدا. وبيديك المخصص بتاعها دو بادو او بدا. فالبدا هو الظهور، او ان الشيء بيشرق او الشيء بيظهر. بدا بدا. طيب ناخد كلمه تاني. كلمه انا هديك على كل رمز 3 كلمات. حرف الباء هناخد الايه؟ ادي الباء، تمام. خليها هنا زياده تاكيد مخرج صوتي تاني.
ده الطائر اللي شبه ابو قردان، وده طائر الباء، وهنا الراء، وهنا المخصص ذراعين عاملين كده وعاملين كده، اسمها ايه؟ بركة. وساعات في لهجة أخرى بركة. ايه البركة دي؟ البركة حتى رفع لك كده يا رب هات البركة، المخصص بتاعها ايد مرفوعة، دي نعمة، نعمة دي تعبر عن النعمة، شكر النعمة، فدي اسمها البركة. بركة يعني ايه بركة؟ البركة معناها عطاء، معناها تقدمة. فلما واحد يعدي على، كنا عندنا في الصعيد بعد ما نلم المحصول بتاع الغيط نكومه كده ويدرس ويكوم الغله بتاعته، يعدي البركه عنده. يعني البركه عنده يعني الزياده عنده، يعني العطاء كله عنده. ولها معنى اخر جريتنسس او جريتنجس، يعني عظمه، شيء بعظمه، يعني العظمه كلها والزياده كلها عندك. فالبركه هي العطاء بزياده. البركه، وساعات بتيجي بركه بمعنى صلاح، ساعات بتيجي بمعنى كده، او المباركه يعني الخالق يباركك في ذلك، تمام؟ بتيجي بمعنى صالح. فدي عندي 3 كلمات: برة، بدا، بركه او بركه. هاخد حرف تاني معايا، وحرف التاء. الفيديو ده هاخد فيه 3 مخارج صوتيه بس، ولو على كل مخرج صوتي بجيب لك 3 كلمات. في صدى الصوت خفيف سيبك منه، ما قدرش يشيل صدى الصوت ده. نشوف الحرف الثاني وحرف التاء. حرف التاء، تاء. عايزين ناخد المخرج الصوتي تاء. انا هتقلب بكلمه احنا بنقولها في مصر، عندنا شيء منتشر باستمرار وعند الكل. الشيء المرتفع في الصحراء بنقول عليه تبة. التبة عندنا احنا بنقول شيء مرتفع من الصحراء، مش الجبل، حته منبسطه كده بنقول هذه التبة بتاعت الجبل. التبة يعني القمه. حتى في الانجليزيه التوب. تعال شوف بتكتب ازاي. ادي التاء رغيف الخبز تاء، وادي الباء اللي هي الساق، ساق الانسان المنتصبه. هنا المخصص وبينطق برضه التب. دي التب او التبة، ده رأس الإنسان، ده رأس الإنسان، فده اسمه التب، تب أو التبة. وبترجم في القاموس على إنها التوب، حتى في الإنجليزية التوب اللي هو التبة، يبقى دي تاء باء. هل تعلم إن دي بوحدها بس بتنطق تب؟ دي بتنطق تب وحدها، يعني ممكن أشيل دول كلهم وأجيب دي بس، ارسم لك دي بس وتنطق تب. طيب ممكن اجي اشيل دي واجيب دول بس، بيأكد لك دايما بالرمز ده بيعبر عن مخصص القمه، عشان قمه الجسم عندنا اسمها ايه؟ التب. ولها لهجه اخرى بتنطق طب. والطب هو الطبه. الطبه هو غطاء الشيء. فالجزء ده الراس بتاعتنا دي طبه الجسم، دي غطاء الجسم من اعلى. اذا اتشالت انت فتحت الجسم، بيبقى ضرر عميق شديد جدا عليها، فسماها الطبة. حتى احنا عندنا اي غطاء للشيء بنقول عليه طبة. طبة الشيء بيكفل الشيء وبيغطيه من اعلى. تب او الطب. تبت يد ابي لهب وتب. راجع الفيديو اللي انا شرحت فيه معنى وتب. طيب ناخد كلمة تاني، حاجة خاصة بالنار عندنا هنشرحها هنا. كلمة بنطقها عندنا في مصر ومش عارف بتتنطق في أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم ولا لا. اللي هي إيه؟ كلمة هامة عند المصري القديم، وهي بتعبر عن الطاقة، لأن فيها مخصص النار. فيها مخصص النار اللي هو ده كده، ده مخصص أنا هجيب لك عنه فيديو إن شاء الله باستفاضة. ماشي؟ اسمها إيه دي؟ تكة. تكة. عندنا في مصر بنقول ايه؟ الموضوع عشان يبدأ عايز تكة. التكة دي عملية إحماء أو عملية تنشيط، فدائما التكة عملية تنشيط، أي طاقة تحفز على البدء، تسمى تكة، حتى رمزها برمز النار أو الطاقة.
فدي تكة، يعني التحفيز لبدء شيء ما. تكة. ناخد كلمة تالتة عشان نبقى خلصنا الفيديو، اللي هو ايه؟ تمام؟ دي حدها لونها احمر، دي اسمها ايه؟ التف. التفة اعزكم الله، حتى الدافن طلع منه سائل، فدي التفة. ترجع في القاموس اللي هي سبيت اوت. سبيت اوت، الخارج من الفم، دي التفة. تفة ده مخصص، تمام؟ هنا مخصص، تمام كده؟ ده مخصص كمان، دي التفة. التفة أعزكم الله. عندي خدت كده برضه 3 كلمات على حرف أو مخرج الصوتي تاء. هنا وانتهى الفيديو. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هناخد المخارج الصوتية الأحادية، كلمات على المخارج الصوتية الأحادية اللي بعد كده، وهي الثاء، البت ث جيم ح، ثاء جيم ح، ث جيم ح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.